يبدأ الفيلم ببنت مصابة ومش قادرة تمشي من التعب، وفي عربية وراها بتتبع تحركاتها، وبيبقى المكان مهجور جدا ومفيش أي حد يساعدها. المهم إن العربية اللي بتطلع مراقباها بتطلع عربية بوليس. الشرطي الموجود فيها بينزل لما بيلاقي البنت وقعت على الأرض من كتر التعب، وبيدي الشرطي البنت المية علشان تشرب، والبنت بتاخد المية علشان تشرب بكل خوف. وبعدها الشرطي بيدي البنت مسدس وبيقول لها إنه قدامها فرصة واحدة بس علشان تعيش، والفرصة دي إنها تصوب عليه وتقتله. فبتاخد البنت المسدس وإيديها بتترعش من الخوف. هو بتصوب بس الطلقة مش بتيجي في الظابط، ومن غير أي رحمة الظابط بيخبطها بالعربية وبيقتلها على الفور. تاني يوم بنشوف بنت ماشية في الصحراء وعمالة تغني ومبسوطة، وبترن على أختها بعدها وبتقول لها إنها رايحة لحبيبها سام. وبنعرف إن البنت دي اسمها بوني، فبتتصدم أختها وبتحذرها منه لأنه ضربها قبل كده واتعامل معاها بعنف، وبتقول لها إن أسلوبه مش هيتغير، خصوصا إن والدهم كان بيعمل معاهم كده برضه. حاولت والدتهم تصلح من حاله كذا مرة لكن مفيش فايدة. بس بوني كانت عاوزة تدي فرصة لسام حبيبها علشان يتغير. وفي الطريق بتقف بوني في محطة بنزين، هو بتقابل الضابط ده هناك، وبيبقى الضابط فضولي جدا وبيبدأ يسألها عن عيلتها وبيعرض عليها المشروب. بس بوني ما كانتش مهتمة تتكلم معاه، وبتدفع فلوس البنزين وبتمشي على الفور وبتكمل كلامها مع أختها. وبتبقى بوني متضايقة من كلام أختها عن سام، وبتزود سرعة العربية بشكل جنوني، ومش بتلاحظ إن عربية الضابط واقفة على الطريق وبيراقب كل تحركاتها. المهم بعد شوية وقت بيظهر الضابط قدامها مرة تانية وبيكتب لها مخالفة 1000 دولار بسبب سرعتها الجنونية. فبتعترض بوني على المبلغ لأنه كبير ومعهاش المبلغ ده كله دلوقتي. بيقول لها الضابط إنها لو دفعت 300 دولار هيسيبها، بس بوني بتقول له إنها ما معهاش فلوس كاش أصلا. فبيقول لها الضابط تروح تسحب فلوس من المكنة في محطة البنزين، وفعلا بتروح بوني لهناك مرة تانية وبتقابل الكاشير بلينك وبيقول لها إن المكنة بايظة من كام يوم. ولما بتقوله إن الضابط اللي طلب منها كده بيعرفها بلينك إن الضابط ده اسمه بليسون، وعمل اللعبة دي مع ستات كتير قبل كده ومحدش شافهم تاني بعدها. فبتترعب بوني أكتر وبتقرر تهرب من المكان فورا. بس بليسون كان أسرع منها وبياخد تليفونها وكل حاجتها من العربية. ولما الموبايل بتاعها بيرن وبيكون حبيبها سام، بليسون بيتجاهل المكالمة تماما، وبعدها بياخد البندقية وبيضرب فانوس العربية بتاعتها. ورغم كده بوني مش بتعرف، بس لما بتشوفه بيطاردها في كل مكان بتقف على الفور. وبيسألها بليسون ليه حاولت تهرب منه وإذا كان هو بيخوف للدرجة دي، وقبل ما تفكر تجاوب بيشاور على فانوس العربية المكسور وبيقول لها إن دي مخالفة تانية. فبتخرج بوني وبتشوف الفانوس وبتفهم إن هو اللي عمل كده، وبيوقفها جنب العربية وبيبدأ يفتشها. وطريقته بتبقى وحشة جدا بس مش بتقدر بوني إنها تعترض. هو بيديلها التليفون وبيقول لها إن حبيبها كان بيرن بس هو اتجاهل المكالمة علشان مش حابب يرد عليه. وبيقول لها إنها لو عايزة تمشي من المكان لازم تدفع له الفلوس اللي هو طلبها. فبتقول له بوني مرة تانية إن معهاش فلوس كفاية، بس بليسون بيقول لها إن في مطعم قريب من هنا وفي مكنة فلوس تقدر تسحب منها، وقتها هو هياخد فلوسه وهيسيبها في حالها. بوني مش بتقدر تعترض وبتقرر تروح لهناك، بتركب العربية علشان تمشي. بس قبل ما تعمل أي حاجة بتلاقي بليسون ماسك البندقية وبيضرب نار على الكاوتشات. والعربية بعدها بتقف في الرمل وبتترعب بوني جدا وبتستخبى تحت العربية علشان ما تعملش أي صوت لحد ما الظابط يمشي من المكان خالص. وفعلا بعد شوية وقت بيمشي الظابط وبتبدأ بوني تجري وهي مش عارفة هتروح على فين ولا هتهرب ازاي. المهم بتقرر تروح للمطعم وبتدخل جوه فعلا وبتلاقي واحد سايب فلوس على الترابيزة، فبتاخدها بسرعة وبتروح تتكلم من تليفون المطعم وبتتصل بحبيبها علشان تستنجد بيه وينقذها. وبتقول له إن في ضابط بيطاردها في كل مكان وعايز منها فلوس. بس حبيبها مش بيصدقها وبيتهمها إنها بتتحجج علشان تنفصل عنه، وده بيعصب بوني أكتر وبتقفل السكة في وشه. بعدها بتروح تقعد على ترابيزة في المطعم وبتجيلها بنت اسمها إيمي علشان تسجل طلباتها، وبتلاحظ إيمي إن بوني شكلها متبهدل وبتسألها إذا كانت كويسة. فبتقول بوني إن ده بسبب الجوع وإنها كانت ماشية لفترة طويلة مش أكتر. بعدها الزبون اللي كان سايب فلوس على الترابيزة بيلاحظ إنها اختفت، هو بيتهم إيمي إنها سرقت فلوسه. صاحب المحل بيصدقه وبيبدأ يزعق لها، وفي نفس الوقت بتلاحظ بوني إن الضابط واقف بره مع ست عجوزة، فبتترعب أكتر وبتجري على الحمام أعلى من إنها تلاقي مهرب بحيث بليسون ما يقدرش يوصل لها.
بس للأسف ما بتقدرش تفتح الباب الخلفي، وبترجع للمطعم مرة تانية وبتتصل بالبوليس وبتديلهم عنوان غلط علشان تتوه بليسون وتشتته. وفعلا بتيجي إشارة لبليسون وبيتحرك للمكان، وده بيطمن بوني حبتين وبتخرج علشان تركب عربيتها. بس الغريب إن العربية متصلحة كأنها جديدة، والفانوس المكسور كمان اتصلح، فبتستغرب أكتر وبتقرر تدخل المطعم، وبتلاقي إن إيمي اتطردت من صاحب المحل واللي كان رافض إنه يصدق إنها بريئة. بتروح إيمي تقعد لوحدها شوية وهي متضايقة، هو بتجيلها بوني علشان تتكلم معاها وبتسألها هي عايشة فين، فبترد عليها إيمي إنها عايشة في مدينة قريبة من المطعم، وبتعرض عليها بوني توصلها. وفعلا بيركبوا الاتنين العربية وبيتحركوا، وبيبدأوا البنتين يفتحوا قلبهم لبعض ويتكلموا عن حياتهم وعيلتهم. إيمي بتقول إن وهي صغيرة لقت مخدرات في بنطلون أبوها، ومن وقتها وهي بتتعاطاها. ولما كان عندها 10 سنين بس كانت اتعودت على الحقن. وعلشان بوني تغير الموضوع بتسألها عن رد فعل أهلها، فبتقول إيمي إن أبوها كان واحد مدمن وأمها ست متدينة جدا، وكانت طول الوقت في الكنيسة بتدعي لجوزها بالهداية. بس مع الوقت أبو إيمي تعب جدا، وده خلى أمها تتحول 180 درجة وبتعمل طقوس غريبة وبتضرب إيمي علشان تفرغ غضبها. وبتقول إيمي كمان إن الممنوعات هي الوسيلة الوحيدة اللي بتخليها تهرب من حياتها، وبتتأثر جدا وبتعيط على حالها. بعدها بوني بتبتدي تحكي قصتها هي كمان، وبتقول إن حبيبها ضربها كذا مرة، وفي مرة بلغت البوليس وقبضوا عليه، بس أخته دفعت له فلوس وخرجته من القضية، وهي هترجع له علشان بتحبه وعندها أمل إنه يتغير. وبتقول بوني كمان إن أختها كانت دايما بتحميها من حاجات كتير، حتى من والدها اللي كان دايما بيضربها. فبتسألها إيمي لو عمرها شافت أبوها بيأذي أختها. بتعرفها بوني إن لأ، بالعكس، إنه كان بيعاملها بحنية كبيرة وبيفرغ كل غضبه فيها هي. فبتسكت إيمي شوية وبتقول لها إن أبوها ممكن يكون عمل حاجة أبشع من الضرب. فبوني بتعيط وهي مش عارفة تصدق إيه اللي بيحصل، لأن دي الحقيقة اللي كانت بتحاول تهرب منها بكل الطرق. أبوها ما كانش بيحب أختها ولا حاجة، بالعكس ده كان بيستغلها بطريقة أبشع. وبتفهم قد إيه أختها كانت بتتعذب طول الوقت. وبنلاحظ إن بليسون واقف على الطريق وبيراقبهم وبيتصنت عليهم كمان من الجهاز اللي زرعه في العربية. وبتحذر إيمي بوني من بليسون وبتقول لها إنه مش مجرد شخص عادي، ده مجرم خطير جدا، لأن في ستات كتير جم للمطعم وقالوا إن بليسون كان بيطاردهم. وقبل ما بوني تلحق تحكي اللي حصل معاها بتتفاجئ إن إيمي خدت طلقة طلعت من نافوخها واستريحت من الدنيا بحالها. بوني بتكون مش عارفة تستوعب اللي حصل، بس شافت خيال الضابط جاي من بعيد كان لازم تتحرك بسرعة، ورغم كده الضابط بيفضل يطاردها وبيخبط العربية أكتر من مرة. بوني بتمسك تليفونها وبتتصل بأختها وبتبدأ تقولها على اللي بيحصل معاها، وأختها على طول بتنصحها إنها تتصل بالشرطة. وفجأة بتظهر عربية نقل قدامها، فبتخرج بوني من العربية بسرعة وبتجري ناحية السواق وبتقوله إن الضابط عاوز يموتها. السواق بيطلع بندقيته وبيبدأ إنه يصوب على بليسون ويهدده يرمي السلاح بتاعه، لكن بليسون بمنتهى الوقاحة بيقول للسواق إذا كان فاكر إن الست دي عادية يبقى فاهم غلط، لأنها لسه قاتلة صاحبتها دلوقتي حالا، والجثة موجودة في عربيتها لو مش مصدق. السواق بيتشتت جدا وبيبقى مش عارف يصدق مين، وقبل ما يفكر يعمل حاجة بيضربه بليسون رصاصة في دماغه وبيخلص عليه. بوني بتكون مرعوبة بس مفيش حل غير إنها تكمل هروب، فبتاخد عربيتها وبتسوق بأقصى سرعة. بليسون بيولع سيجارة بكل برود وبيجر جثة السواق على جنب وبيقول له إنه كان لازم يهرب من البداية. وبيرجع بعدها بليسون لعربيته علشان يكمل مطاردة ورا بوني. وفي الوقت نفسه بتبقى بوني ماشية بالعربية والليل بيدخل عليها ومش عارفة تروح فين، وبتلاقي عربية جنبها وبتفكر إنها عربية بليسون، بس العربية بتعدي من جنبها من غير ما تعمل لها حاجة. وبعدها بوني بتشوف يافطة مكتوب عليها مركز صيانة عربيات، وبتقف فورا وبتدخل المكان على أمل تلاقي حد يساعدها. وبتحاول تكلم أي حد من التليفون بتاعها، بس المكان ما بيكونش فيه شبكة. وفجأة بوني بتسمع صوت خطوات شخص جاي عليها، فبتستخبى ورا العربية بسرعة وبتاخد عصاية من جنبها، ولما الشخص ده بيقرب منها بتهجم عليه بالعصاية. بس اكتشفت إن الميكانيكي المسؤول عن المركز، وبتعتذر له بوني عن سوء التفاهم. بيسألها الميكانيكي واللي بيكون اسمه آد بتعمل إيه هنا، خصوصا إن الوقت متأخر جدا. فبتقول له بوني إن في ضابط بيطاردها من مدة كبيرة وما صدقت لقت مكان علشان تستخبى منه. فبيقول لها آد إن هي دلوقتي في أمان وصاحب مركز الصيانة شخص طيب وأكيد هيساعدها.
وبتروح بوني تستخبى في الجراج، وفجأة بتسمع صوت عربية بتقرب من المكان، وبتشك إن ده بليسون، بس آد بيقول لها إنه أكيد المدير بتاعه. بس بوني بتكون خايفة وبتقرر تروح الحمام، وبيدلها آد على الطريق. بس لما بتدخل بتكتشف أوضة مليانة معدات مرعبة في كل مكان، عبارة عن مجزرة حرفيا، وبطايق لستات كتير اختفت ومحدش يعرف عنهم أي حاجة. وقتها بوني بتبقى مش مصدقة اللي بيحصل وبتفهم الحقيقة، بس قبل ما تفكر تعمل أي حاجة بيظهر بليسون وهو مبتسم بسخرية ويقول لها إنها غبية جدا، ودلوقتي رجعت لنقطة الصفر مرة تانية، وإن الجراج ده بتاع أخوه وشريكه. وقال لها كمان عن الطقوس الغريبة اللي بيعملها لأي ضحية قبل ما يخلص عليها، زي مثلا إنه يحفر رمز لكل بنت عن المسافة اللي قدرت تجريها منه، وبيتريق وبيقول لها يا ترى انت هتقدري تجري قد ايه. بعدها بيجي اد اخو بليسون وبيضرب بني على دماغها لحد ما بتفقد الوعي تماما. ولما فاقت بتلاقي اد قاعد جنبها وبيحاول يقرب منها وبيقول انها عجبته، بس بليسون بيزعق له وبيتخانق معاه وبيبعدها عنه. وبتبدأ بوني تسأل بليسون بخوف ليه بيعملوا كده وبيستفيدوا ايه، فبيقول لها بليسون ان البنات اللي زيها فاكرين ان محدش هيقرب لهم، بس ناسيين ان الرجالة فوق الكل وهم الاساس والباقي شنط وكياس. بعذر طبعا يا عزيزي. المهم ان بليسون بيتحجج انه بيعمل كده علشان يعلم البنات درس، هو من غير تفكير بيطلع سكينة وبيقطع لسانها، وبعدها قاد بيحط لها شاش علشان يوقف الدم اللي بينزل. وبتفقد بون الوعي من كتر الصدمة، ولما بتفوق بتلاقي بليسون وأخوه بيتفرج على كرتون ومش حاسين بحاجة، وبتستغل بون الفرصة علشان تهرب. وبعد شوية وقت بيلاحظ بليسون إنها هربت، وبيقول لأخوه يجهز علشان هيروحوا يصطادوا. وفعلا بيتحركوا بالعربية وبيلاقوا بوني وقعت على الأرض، وبليسون بينزل من العربية وبيديها إزازة مية علشان يخلص عليها، زي ما حصل مع البنت اللي كانت في أول الفيلم. المهم إن بوني رغم التعب اللي هي فيه بترفض تشرب المية وبترميها، وبعدها بيديها بليسون مسدس وبيقول لها إن المسدس فيه طلقة واحدة بس، ولو قدرت تقتله هتبقى حرة خلاص. فبتاخد بوني المسدس من كتر التعب وإيديها بتترعش، وبيسيبها بليسون بعدها وبيرجع عربيته. بوني بتستغل ذكائها وبتحط المسدس جنب دماغها وبتضغط على الزناد وبتمثل إن الطلقة جت فيها وماتت وبتاع على الأرض. بيلسون بيتعصب جدا وبيروح لبوني وهي مرمية على الأرض وبيقول لها إن دي مش طريقة لعب، بس فجأة بوني بتفتح عينيها وبتاخد السكينة وبتطحن بيلسون في بطنه، فبيتراجع وبيروح للعربية بتاعته. ووقتها بوني بتبدأ تدور على المفاتيح علشان تهرب، بس بليسون بسبعة أرواح وبيكون لسه عايش وبيجي من وراها علشان يخنقها. بوني بتحاول تاخد نفسها، تاخد حجر من على الأرض وبتخبط بيلسون بيه على دماغه وبيقع على الأرض وهو متغرق في دمه. بس قبل ما تسوق العربية بتشوف خياله في العربية وبتعرف إنه لسه عايش، فبتسوق العربية بكل سرعتها وبتخلص عليه أخيرا، وبتحس بالراحة إنها انتقمت لنفسها ولكل الستات اللي بليسون قتلهم. بعدها بوني بتقرر ترجع للجراج مرة تانية، تاخد لسانها المقطوع وتحطه في تلج على أمل إنها تقدر تتكلم مرة تانية. وبيجي قاد من وراها وبيسألها بتعمل إيه هنا، فبتاخد بني حديدة وبتطعنه من غير تفكير. وقبل ما تمشي من المكان بتقرر تاخد بطايق كل البنات اللي ماتوا كأدلة على جرائم بليسون. تركب عربيتها وبيجيلها تليفون من حبيبها سام، بس المرة دي رمت التليفون من الشباك ووقع على الأرض اتدغدغ. الله، وانا مالي يا لمبي؟ بوني بتقرر إنها مش هترجع له مرة تانية مهما حصل، وبتكمل طريقها وهي مرتاحة أخيرا إنها انتقمت لنفسها وقدرت تنقذ حياتها. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، ويا ريت تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.